والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. لا صوت يعلو فوق أصواتهم، وحدهم يملؤون الفضاء المصري. لا وجود للآخر، بل كلام عن نحن وهم هذه ضمير يحيل إلى مئات آلاف المصريين المعارضين، ومنهم من اختار الاعتصام وسيلة للتعبير عن رأيه. هم في الإعلام والصحافة المصرية بسوادها الأعظم صاروا مشكلة. هم عنيفون، إرهابيون، معادون للحياة والبيئة، والجيد منهم مغيب أو مضحوك عليه، واعتصامهم يعطل دورة الحياة ويجب فضه ولو بالعنف، وبعد ذلك فليختفوا من حياتنا في السجون مثلا. معلش يا فندم، زدني من الشعر بيت. هو فض ربعة سلميا ده بيبقى عامل ازاي؟ يعني انا جبت الكتاب بتاع الفض كله، فض كذا فض كذا فض كذا، وجيت عند ربعة، فض ربعة او فض النهضة سلميا ما فيش معنى واضح. اني اتحفظ على استخدام القوة المفرطة. يا ابو مفرطة والنبي انكشفت يا اخوي. على شاشات أخرى أفكار مبتكرة. هذه فكرة من سياسية ورئيسة حزب. بعمل زي شبكة أو زي كردون حوالين هذا المكان أو هذه الدائرة. هذا الخطاب يملأ محطات لم تقفل بدعوى التحريض على العنف، بل تعمل في ظل ما يسمى ميثاق الشرف الإعلامي، وتخرج على الناس على هذه الشاكلة. توكل كرمان اللي بتتكلم من هناك وبتقول أريد أن أذهب إلى أحرار ربع العدوية، أنا قلت لها يا ريت تيجي عشان يبقى مصيرك مصير شجرة الدر. سنضربك بالقباقيب والأحذية. يؤكد مثقفون مصريون أن هذا الخطاب لم تشهد له مصر مثيلا من قبل، بتجاوزه المزايدة على العسكريين والأمنيين في طلب العسكرة والحث على ضرب الآخر، بينما ينظر آخرون بمرارة إلى أزمة معرفية مستوطنة عند كثير ممن تعرف بالنخبة الثقافية والفنية المتصدرة الآن المشهد بعد إزاحة من تصفهم هذه النخبة بالجهلة. لا يا سيدي، عمرو بن العاص جه على مصر ما كفرش أقباط مصر. هو ده مش من أولياء الله الصالحين؟ هو ده مش من الأربعة المبشرين بالجنة؟ إيه يا جماعة في إيه؟ هو إحنا هنخترع إسلام؟ وهكذا تواصل الأسراب الإعلامية هجومها في فضاء مفتوح ينشر ما يمكن وصفه بثقافة كراهية صارت بحسب كثيرين تهدد الوحدة الوطنية عبر إهانة شرائح كاملة من الشعب المصري، بما يتجاوز الاختلاف السياسي إلى التعريض بطريقة التفكير واللباس وأشياء أخرى. معنا في